صوت العرب من القاهرة يرفع الستار. ويستعرض إبداع الشباب العربي في مسرح الشباب. مسرح الشباب. مسرح الشباب. مسرح الشباب مع غادة كمال. مسرح الشباب من إخراج حاتم العجمي. الإخوة والأصدقاء، أهلا ومرحبا بكم مع هذه الجولة المسرحية العربية التي تنطلق من إذاعة صوت العرب إلى كل الدول العربية. ونبدأ الجولة من الشارقة. الهيئة العربية للمسرح تتبنى استراتيجيات لتطوير المسرح المدرسي على مستوى العالم العربي، إيمانا بدور المسرح المدرسي في خلق جيل من المبدعين. مزيد من التفاصيل بصحبة الفنان الفلسطيني المعروف غنام غنام، مدير التدريب والتأهيل للمسرح المدرسي بالهيئة العربية للمسرح. مسرح الشباب. الفنان الفلسطيني القدير غنام غنام، مدير التدريب والتأهيل للمسرح المدرسي بالهيئة العربية للمسرح، أهلا بك على موجات إذاعة صوت العرب. تحياتي لك أستاذة غادة، أنت وبرنامجك ومستمعينك، لأنه إحنا دائما نطل من نافذتك على العالم العربي كله، وأنت التي تتابعين كل خطوة من خطوات عملنا وعمل كل المسرحيين في الوطن العربي. ما شاء الله عليك. بنشكرك وبنشكر دعمك المستمر لمسرح الشباب. ويمكن إذا كنا بنتكلم عن الشباب فالمسرح المدرسي أصبح الآن يحتل الصدارة في المشهد المسرحي في الوطن العربي من خلال مجموعة من الاستراتيجيات التي تبنتها الهيئة العربية للمسرح. إلى أين وصل ملف المسرح المدرسي الآن؟ عارفة، لما بدأت النقطة الأولى يمكن من الحلو أن عشان نحكي وين وصلنا نحكي من وين بدأت النقطة الأولى. بدأت الحقيقة من اللحظة التي قال فيها الشيخ سلطان القاسمي، قال: إذا أردنا تنمية شاملة للمسرح العربي بعد 20 عام يجب أن نبدأ الآن من المسرح المدرسي. كان ذلك في 11 يناير 2014، ومن تلك اللحظة بدأ العمل الاستراتيجي، لأنه لا يمكن أن تعملي في تنمية المسرح بشكل عام والمسرح المدرسي إلا إذا كان لديك خطة عمل استراتيجية. قام على وضع الاستراتيجية حوالي 200 من المسرحيين المختصين بمشاركة مندوبين ل 16 وزارة عربية. لذلك الاستراتيجية التي وضعت وبخطتها العشرية من 2015 إلى 2025 ركزت كثيرا على تنمية الإنسان في المشهد المسرحي المدرسي قبل التركيز على البنى التحتية، لأنه في وجود معلم مؤهل للمسرح يمكن أن يجعل من أي ساحة، من أي باحة، من أي صف يعمل مكان مسرحي، بينما بعدم وجوده يتحول أي مسرح في المدرسة إلى مخزن وإلى مكان للمناسبات العامة. لذلك انطلقنا منذ تلك الفترة، منذ عام 2015 حتى الآن في العمل الجاد والدؤوب. وكان طموحنا في نهاية العشرية من السنين أن نكون قد أقنعنا إحدى الوزارات بتبني منهاج المسرح المدرسي في المدرسة لديها، ولكن فاجأتنا الإمارات في عام 2018 بأنها قررت أن تدرج المسرح كمادة للطلاب في المدرسة الإماراتية من الصف الأول حتى الصف 12. بالفعل بدأ العمل في ذلك الأمر بشكل كثيف ومع مجموعات كبيرة من المختصين العرب، وتبنى صاحب السمو تكلفة كل ذلك الإعداد، أي أنه حمل الحمل حتى عن الوزارة وعن الحكومة من أجل أن يكون فعلا هذا المنهاج قد تم. صدرنا المنهاج في عام 2018 وتم تدريسه في عام 2018 19 19 20 20 21، ورصدنا بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ومؤسسة الإمارات للتعليم، رصدنا ردود الفعل، التغذية الراجعة حول مخرجات العمل، حول وين كانت نقاط الضعف، وين كانت نقاط القوة. وقمنا في عام 2021 بعملية ترقية وتنمية للمنهاج، وأعتقد أننا الآن نمتلك منهاجا فريدا حتى على المستوى العالمي
يعني الهيئة العربية للمسرح عندما تقدم استراتيجية للمسرح المدرسي، نحن هنا لا نتحدث عن المسرح فقط، ولكن نتحدث عن كاتب مسرحي، عن معلم للمسرح، عن طالب متفوق في الوقوف على خشبة المسرح، عن شباب يبدأ في التعلم ثقافة المسرح. أنت هنا تصنع جيل واعي مثقف لديه القدرة على خلق جيل من الفنانين بعد ذلك. بالتأكيد في مقدمة كل كتاب وفي مقدمة الاستراتيجية نقول نحن لا نريد أن نحول الطالب إلى مسرحي، نحن نريد أن ننمي شخصيته من خلال تنمية قدراته ومهاراته ومعارفه، قدرة التركيز، قدرة التواصل، القدرات الذهنية والعصبية، المهارات الحركية، المهارات الصوتية، يعني كل ما يمكن أن يلزم المدير الناجح، المعلم الناجح، القاضي الناجح، المهندس الناجح في مسألة التواصل. الموهوب منهم يجد طريقه ويجد تخصصه ويمكن أن يلتفت إليه. كما نعلم الرياضيات ليس الكل علماء رياضيات، وكما نعلمهم الهندسة ليس الكل سيصبح مهندسا، ونعلمهم العلوم وليس الكل سيصبح طبيبا. إذا نعلمهم الدراما المسرحية وليس الكل يجب أن يكون مسرحيا في المستقبل، ولكنه متفهم المسرح، محتضن المسرح، يستطيع أن يميز الغث من السمين، ويستطيع أن يفرز الرديء ولا يمر عليه عمل مستهتر، بل يكون عملا جادا حتى في الكوميديا. اسمحي لي، ربما لم نذكر في مسألة الآفاق المفتوحة الآن للمسرح المدرسي هو ما يتم الآن مع مصر الحقيقة. في عام 2015 كانت أول وزارة نوقع معها بروتوكول التعاون هي وزارة التعليم المصرية، وكان الدكتور الهلالي أيامها هو الوزير، ولكن لظروف تخص وزارة التعليم المصرية في عام 2022 جاءت مبادرات جديدة من وزارة التربية ووزارة الثقافة بشكل مشترك لتنمية المسرح المدرسي في المدرسة المصرية. وكان الوزيران السابقان إيناس وطارق، يعني مع الاحترام لهما ولألقابهما، كان هم يعني موجودان في اجتماع جمع الأمين العام، وتقرر أن يتم العمل على وضع منهاج للأربع سنوات الأولى من المدرسة المصرية ليبدأ التدريج في الصعود، وليكون هذا المنهاج منفتحا على آخر ما توصلت إليه المناهج العالمية، ومستفيدا من المنهج الذي قد تم وضعه بإضافات جديدة من الخبراء في التربية المصرية. ولذلك نعول جيدا على هذا. الآن طبعا نحن أمام وزيرين جديدين أيضا، وقد أبدى الوزيران الجديدان كل تعاون، وستنطلق إن شاء الله لجنة العمل المشترك قريبا. شعلة انطلقت من دولة الإمارات العربية المتحدة ومن إمارة الشارقة بأهمية المسرح المدرسي، وهذه الشعلة انتقلت من بلد عربي إلى آخر بوضع استراتيجيات للمسرح المدرسي في كل الدول العربية. لديكم إيمان قوي وكامل بأنه سيأتي يوم تكون كل الدول العربية لديها منهاج للمسرح المدرسي؟ مؤكد، يعني سنرى هذا اليوم، وأنا شخصيا أراه قريبا وليس بعيدا. ليه؟ لأنه في 25 نوفمبر 2021 اعتمد وزراء التربية والتعليم العرب في اجتماعهم في الأليكسو، والذي كان برعاية دولة فلسطين، اعتمدوا استراتيجية تنمية وتطوير المسرح المدرسي في الوطن العربي التي أعدتها الهيئة إطارا عربيا شاملا للتنمية المسرحية. إذا كان هذا الاعتماد قد تم من وزراء التربية، فمعنى ذلك أن الوزارات الآن تدرك أن المسرح سيكون واحدا من أسلحتها لتخلصها من آثار مراحل سابقة سادت فيه الظلامية التي دعت إلى إلغاء الفنون من المدرسة بحجة الانحياز للمواد الدراسية التي يمكن أن يتخصص بها الطلبة. كانوا يخالفون مسيرة التاريخ. الآن العالم يتوجه إلى أن يكون المسرح هو الجامع لكل المواد التي يدرسها الطالب في مدرسته، وهو أمر يتم العمل عليه حتى في مصر. ولابد لنا أن نعترف بأننا
مقبلون على عمل كبير عربيا، وكما أشرت لك ينجح في مصر سينجح في الوطن العربي كله إن شاء الله. بشكر حضرتك شكرا جزيلا الفنان الفلسطيني القدير غنام مدير التدريب والتأهيل المسرح المدرسي بالهيئة العربية للمسرح، وبتمنى لك أجمل الأمنيات بالتوفيق، وأكاد أن أرى المشهد كاملا أمامي بالمسرح المدرسي يدرس بالفعل في جميع الدول العربية. شكرا جزيلا لك. شكرا لك سيدتي. مسرح الشباب